السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح الامتحان 2020 دورة نوفمبر، وغادي نبداو بمادة التخصص أسئلة الاختيار من المتعدد. إذا السؤال الأول كيقول بأن انتقل الإنسان من الصيد والالتقاط إلى الزراعة وتسجيل الحيوان خلال العصر الحجري الحديث. موطن آخر اكتشاف لبقايا الإنسان العاقل في المغرب في جبل إيغود. يؤرخ وجود بقايا إنسان جبل إيغود حسب اكتشاف 2017 ب 300 ألف سنة قبل. إذن هنا أريد أن أشير إلى ملاحظة مهمة، وهي أن السؤال الثالث والسؤال الثاني، ففي السؤال الثالث إجابة عن السؤال الرقم 2. إذن قبل ملاحظة بسيطة، قبل أن تجيب عن هذه الأسئلة التي تكون عبارة عن اختيار من متعدد، يجب قراءة كل الأسئلة كاملة. بعد ذلك تقوم بالإجابة على كل سؤال على حدة، لأن في بعض الأحيان تكون إجابة لسؤال في سؤال آخر، ويمكن أن يكونوا متتابعين أو غير متتابعين. إذن السؤال الرابع: ينحدر القرطاجيون أحفاد الفينيقيين من مدينة صور. قاد الملك الأمازيغي غرط حربا ضد الرومان امتدت ما بين 112 قبل الميلاد إلى 105. يقصد بالغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط منطقة بلاد المغارب والأندلس. أوكل معاوية بن أبي سفيان مهمة فتح شمال إفريقيا للقائد عقبة بن نافع الفهري. انفصل المغرب الأقصى عن الخلافة العباسية في عهد إدريس الأول. المؤسس الفعلي للدولة المرابطية هو يوسف بن تشفين. شملت الإمبراطورية الموحدية في عهد عبد المؤمن بن علي الكومي المغرب الأقصى والأوسط والأدنى والأندلس وكذلك ليبيا. ينتمي المارينيون إلى قبائل زناتة. امتاز عهد المارينيين بتشييد المآثر العمرانية، خصوصا ما يتصل منها بالنواحي الدينية والفكرية. يؤرخ كل من سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين واكتشاف أمريكا بداية انتقال أوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. من بين النتائج الاقتصادية للاكتشافات الجغرافية تحول ثقل الملاحة التجارية إلى المحيط الأطلنطي. الفيزيقراطية هي مذهب طبيعي مذهب اقتصادي نشأ أو المذهب الطبيعي هي مذهب اقتصادي نشأ في فرنسا، يقوم على اعتبار الأرض أنها مصدر أساسي للثروة. مفكر دعا في كتابه إلى تجريد الحكام من القداسة الدينية، فهو نيكولا ميكيافيلي في كتاب الأمير. قامت الحركة السعدية في بدايتها على يد محمد القائم بأمر الله. ارتبط قيام الدولة السعدية في العصر الحديث بالتحالف بين الشرف والدعوة إلى الجهاد. انتصر محمد الشيخ على الوطاسيين سنة 1545 في معركة وادي درنا. ضرب المغرب وباء الطاعون الذي راح ضحيته السلطان أحمد المنصور الذهبي سنة 1603. الجواب جيم. تقدمت كتلة العمل الوطني إلى الإقامة العامة الفرنسية سنة 1934 بوثيقة المطالبة بالإصلاحات. كان تنظيم إدارة الدولة الإسلامية للمرة الأولى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق. الخليفة العباسي الذي قضى على الخوارج وعلى غارات الروم هو هارون الرشيد. تآلف التحالف الثلاثي خلال الحرب العالمية الأولى من الدول ألمانيا، إيطاليا والنمسا. اندلعت الحرب العالمية من شتنبر 1939. المؤتمر الخلفاء مصير ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، فهو مؤتمر بوتسدام.
صدر القرار الأممي برقم 181 لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود بتاريخ 29 نوفمبر 1947. ننتقل إلى الجغرافيا. يرجع تشكل سلسلة جبال الريف إلى نهاية الجيولوجي الزمن مدات تمتد في جنوب المغرب هضاب صحراوية متوسطة الارتفاع وتدعى الحمادات. يتعرض المغرب لمؤثرات مناخية تبعا لموقعه حسب خطوط العرض. يتوفر المغرب على شبكة من السدود يصل عددها حاليا إلى 145 سنة. تغطي زراعة الحبوب من المساحة الصالحة للزراعة بالمغرب حاليا نسبة 59%. يحتل المغرب على مستوى المخزون العالمي من الفوسفات المرتبة الأولى عالميا. الجهة التي تشرف على تنفيذ مخطط الأليوتيس هي الوكالة الوطنية وتربية الأحياء المائية. تتمثل أبعاد التنمية البشرية في العمر المتوقع عند الولادة وكذا المتوقع عند الولادة ونسبة 18 دخل فرد. يرتبط التمدين في المغرب أساسا بحركة ديموغرافية. أراضي التي لا ملك ولا الغابات ضمن أراضي الدولة. تكونت البنية الالتوائية الحديثة خلال الزمنين الجيولوجيين الثالث والرابع. يعبر عن تغير سطح الأرض بفعل عوامل الجو والمناخ بمصطلح التجوية. الامتداد طولي من 0 إلى 200 متر والمنتهي بحافات بها حيوانات ونباتات بحرية بالرصيف القاري. يطلق على الانقلاب الشتوي. خصائص المناخ القاري: يتميز بشتاء بارد وصيف حار وممطر. خصائص المناخ المتوسطي: الرطوبة شتاء والحرارة والجفاف صيفا. الصبيب النهري: في النهر. هذا الجواب. الأحراش هي عبارة عن تشكيلات نباتية تنتشر في المناطق المتوسطية. نسبة التمدين: نسبة سكان المدن المجموعات الساكنة ويعبر عنها بالنسبة المئوية. القطاع الثالث وهو قطاع التجارة والخدمات. المرحلة الثالثة: نسيج حضري، يطلق على شبكة أحياء المدينة. رائد المدرسة الحتمية في الجغرافيا هو فريدريك راتزل. تمتد مرتفعات الأنديز على طول الساحل الغربي لأمريكا الشمالية. المجالات المندمجة في نظام العولمة هي مجالات حديثة التصنيع وتعتمد على التجارة. صاحب كتاب الجغرافيا تصلح أولا للحرب هو إيف لاكوست. من مظاهر التفاوت فرص الشغل والدخل الفردي. تم توقيع معاهدة ماسترخيت المؤسسة للاتحاد الأوروبي سنة 1992. مقوم أساسي في تحقيق الاندماج الشامل بين بلدان الاتحاد الأوروبي. العملة الموحدة. مقوم أساسي في القوة الاقتصادية لكوريا الجنوبية، يتمثل في تأهيل الموارد البشرية ودعم البحث العلمي. إذا بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الفيديو. إذا كان عندكم شي سؤال ولا عندكم شي اقتراح أنه نجاوب على أسئلة أخرى ولا نديروا اشتغال على وضعيات، فخليوا الاقتراحات ديالكم في الكومنتات. متنسوش ديروا لنا لايك باش تشجعونا، ونكون في حفظ الله ورعايته.